في اجتماعنا هذا لقيادة جبهة السلام والحرية بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتأسيسها. جبهة السلام والحرية التي تشكلت وكان عنوانها الأساسي السلام للشعب السوري والحرية له. ومن يعول على أننا سنتنازل عن حريتنا من أجل السلام فهو واهم، فنحن نتمسك بالسلام والحرية لأن الثورة السورية هي ثورة الحرية بالأساس، ولأن الحرية هي من ضحى الشعب السوري بالسلام من أجلها عندما خرج بثورته بعد أن صادرها النظام لعشرات السنين. واليوم أيضا كل من يحاول مصادرة حرية الشعب السوري يجب التعامل معه كالنظام وداعش التي جاءت هي الأخرى لتصادر الحرية. ونؤكد على أن تشكيلها كان خيارا سياسيا واستراتيجي هدفه الوصول للحل السياسي في سوريا، وهي تحالف بين قوى سياسية من كل من عرب وكرد وسريان آشوريين، وهدفنا انضمام كل مكونات الشعب السوري، وكان تشكيلها أيضا استبصارا للمستقبل وردا على أيادي العبث التي سعت لهدم بنية بلدنا وإحداث فتنة بين مكوناته وإدخالهم في آتون صراع يأتي على البقية الباقية لهذا البلد. هذه المكونات التي تعايشت معا منذ مئات السنين، ونؤكد أنه بعد مرور عام على تأسيس هذه الجبهة بأن رؤيتنا كانت صحيحة باجتماعنا، لأن وحدتنا هي قدرنا ومسارنا الذي يرسم مصيرنا. فالكرد كانوا ولا يزالوا على مر العصور مكون أساسي من مكونات هذا الوطن وأغنوا ثقافته وتنوعه، وكانت الأمة الكردية ولادة لنساء ورجال عظام دافعوا عن حياض الأمة. والسريان الآشوريين يشكلون عامل استقرار وصلة وصل بين الشرق والغرب ومعبر حقيقي عن السلم والتعايش والتسامح الذي يعيشه سكان ومكونات الوطن. وقد قدمت الجبهة منذ اليوم الأول مجموعة من الحلول تضمن الوصول إلى تغيير سياسي يؤدي إلى السلام الدائم القائم على العدالة والمصارحة والمحاسبة والمكاشفة. ونعتقد إن ما طرحته الجبهة على المستوى السوري كان محل ترحيب جزء كبير من السوريين الذين عبروا عن دعمهم بوضوح لهذه الجبهة، والتي كانت ولا تزال تعمل في مناطق خطرة ابتداء من مناطق نفوذ داعش ومناطق النظام وفي مختلف المناطق السورية والبلدات، وأثبتت جدارتها وقوتها على أن تكون جزء من خيارات الشعب السوري. نادينا منذ اليوم الأول بالحل السياسي القائم على المشاركة الحقيقية بين مختلف أطياف ومكونات الشعب السوري، والذي يهدف إلى التغيير الجوهري لطبيعة نظام الاستبداد. واليوم نحن سنتقدم بمبادرة للأخوة العرب، المملكة العربية السعودية والشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية ودولة قطر، من أجل الخروج من عنق الزجاجة، خاصة أن هذه المبادرة تأتي في أجواء المصالحة الخليجية العربية، ولما لهذه الدول الثلاث من تأثير وثقل إقليمي ودولي لتكون مظلة عربية تتكامل مع الدور التركي. كما أننا ندعو الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا باعتبارهم القوى الكبرى والمؤثرين الأساسيين في سوريا، بالإضافة للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ليتحملوا مسؤولياتهم في إنهاء الأزمة السورية وفق القرار 2254 ووفق أهداف وتطلعات الشعب السوري للوصول للحل السياسي. إن محاولة البعض إيقافنا عن ممارسة دورنا الطبيعي الذي تحملنا مسؤوليته، وهو الدفاع عن مصالح شعبنا وممارسة العمل السياسي في سبيل ذلك، لن توهن عزيمتنا رغم كل محاولات الترهيب والاعتقال والمنع من أي كان مهما اغتر بقوته، وسنستمر بالعمل والتحرك. ختاما، تحية تقدير واحترام كبيرين للكردي الأصيل فخامة الرئيس مسعود البرزاني
الذي كان دائما إلى جانب شعبنا في أزمته، وكان الإقليم في هذه السنوات العجاف بمثابة الرئة لمنطقتنا والبيت الدافئ لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين من مختلف المكونات، بالإضافة للدعم السياسي والمعنوي. هذا كله يؤكد بأنه لم يكن من فراغ بأن أول اجتماع فيزيائي لجبهة السلام والحرية كان في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.